مرحبا بكم من جديد. استفاقت جماعة العروي بإقليم الناظور على وقع فاجعة إنسانية بعدما لقي الشاب أسامة همهام اللاعب السابق في صفوف فريق الأمل الرياضي العروي مصرعه برصاص البحرية الجزائرية خلال محاولة للهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل السعيدية. ووفق المعطيات المتوفرة فقد كان الضحية على متن قارب سريع من نوع فانتوم برفقة عدد من الشبان قبل أن يتم رصدهم من طرف عناصر البحرية الجزائرية التي أطلقت النار صوب القارب، ما أدى إلى إصابة أسامة إصابة قاتلة أودت بحياته في الحين. وفور تأكيد خبر الوفاة من طرف فريق الأمل العروي في بلاغ رسمي، انتشرت صور الراحل بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خلف النبأ حزنا عميقا وسط زملائه وأصدقائه وكذا ساكنة المنطقة، نظرا لما كان يتمتع به من أخلاق حميدة وسيرة طيبة داخل وخارج الملعب هذا. وكانت عدسات مواطنين قد وثقت قبل أيام لحظة إقلاع القارب المذكور من أحد شواطئ السعيدية في واضحة النهار، وعلى متنه عدد من الشبان في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى. إنا لله وإنا إليه راجعون.